بعد الحكم الجائر اللي تلقيناه مؤخرا واللي كان فيه خمسة أشهر رئيس المكتب الودادية وخمس شهور أمين المال. هاد 5 شهور كانت نافذة، في حين بأن جوج من مكاتب المسيرة لهذه الودادية أعطاوهم 5 شهور سورسي. من بعد هذا الحكم مشينا قدمنا 3 شكايات في الرباط. اليوم قدمنا شكاية في المجلس الأعلى للقضاء، وقدمنا شكاية للنيابة العامة، وقدمنا شكاية لوزارة العدل. هذا الحكم اعتبرنا احنا جائر بزاف 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 علينا. هاد الخبره اللي داروها بان البروجي كامل 99% وجايبينه للمحكمه. واش هادو هاد الناس ما كاينش واش ما كاينش العداله في المغرب باش تشوف واش هاد القاضي ما شافش بان ما جاش لعين المكان ويشوف هاد البروجي اللي ورايا واش كامل في هاد راه ما كامل حتى 60% ما كاملاش. 60% ما كاملاش انا الاشغال. كيفاش غادي البروجي كامل 99 وكيقولوا لنا ثاني كيقولوا لنا زيدوا الزيادات ومازال بقى عندكم حقنه ثانيه وحقنه ثالثه وحقنه رابعه. حنا عبرنا يعني عباره عن الشكايه تاعنا، عبرنا في الرباط السلطه القضائيه النيابه العامه باننا ما غنهبطوش يدينا وغادي نبقاو تناخذوا الحق تاعنا. راه ما غاديش تعاطقوا مع هاد الناس. هاد الناس عباره عن مافيا العقار. هاد الناس خاصهم يكونوا عبره، يبقاو عبره هنا داخل المغرب. حنا كنجيو هنا كنانفيستيو هنا باش نجيبوا ولادنا باش نحبوهم في المغرب. هاد الناس كيجروا علينا من بلادنا. الفلوس تاعنا انا صافي، انا ما عمري ما غنبقى نشري شي حاجه هنا في المغرب. انا ولادي دابا كيضحكوا عليا كيقولوا لي ما تبقاش تدخل المغرب ولا تشري شي حاجه في المغرب. سير اسبانيا، سير تركيا، سير. كاين التسهيلات، كاين الامور، كاين العداله، كاين كل شيء. كاين الناس كدير معها كونطرا، كدير معها كتلقاك الشيء كما درتي معاه في كونطرا كتلقاه. كنجيو هنا حطينا هنا فلوسنا من 2016، دابا تقريبا 7 سنين وحنا كنتسناو هنا ومازال باقي ما خدينا حتى شي حاجه. وانتم كتشوفوا الخراب. هادشي راه خراب، كامل خراب. هادشي كامل خراب. وحنا كما كنقول لكم وكنعاود نقول لكم غنديروا وقفات، غنديروهم في الخارج، غنديروهم في امام البرلمان الاوروبي في بريكسل نهار 15 ان شاء الله. ما تمنيت تكونوا حاضرين معنا نهار 15 شهر 2 غنديروا وقفات تما. وهادشي ماشي في صالح سمعه البلاد. حنا كنحاولوا باش ما نوسخوش سمعه البلاد، بالعكس كنكبروا بالبلاد تما في الخارج. دابا هاد الناس كيدفعونا باش نخرجوا ثاني ونتظاهروا.